يا مساء الخير يا أجمل بنوتة في الدنيا، مستعدة لرحلة جديدة مع نبي جديد؟ مستعدة أوي يا ماما. مين النبي المرة دي؟ النهاردة يا أيسل هنسافر لزمان زمان بعيد لقوم كانوا اسمهم عاد. نبيهم بقى كان اسمه مين؟ اسمه سيدنا هود عليه السلام. يلا قوليلي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا قوم عاد أقوياء جدا، كان عندهم أجسامهم كانت ضخمة جدا، وكانوا بيبنوا قصور كبيرة وجميلة فوق الجبال. واو، كانوا زي العمالقة؟ أيوة بالظبط، لكن رغم قوتهم كانوا مغرورين ومتكبرين ونسوا ربنا وعبدوا الأصنام. ايه ده ربنا بيحبنا. كده ربنا بعت لهم سيدنا هود وقال لهم يرجعوا لعبادة ربنا وحده. سيدنا هود قال لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، وكان صبور معاهم. يعني قال لهم اعبدوا ربنا، انتوا ملكوش إله غيره. وطاعوا؟ للأسف لا، كانوا بيكذبوه وبيستهزئوا بيه ويقولوا احنا أقوى منك ومش هنسمع كلامك. طب حصل لهم ايه؟ ربنا حذرهم، لكن لما فضلوا يعندوا راح ربنا بعت ريح قوية وعاصفة مرعبة. الريح دي فضلت أيام وأيام بتطيرهم زي الريشة لحد ما انتهوا كلهم إلا المؤمنين اللي أمنوا مع سيدنا هود. الريح كانت بتطيرهم؟ لا يا ماما، أنا كنت همسك فيكي جامد قوي. وأنا كنت حضنتك وسبتكيش أبدا يا قمر، بس ربنا يعافينا وربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة. وهنا بنتعلم يا أيسل إن القوة مش دايما تحمينا، اللي بيحمينا بجد هو الإيمان بربنا. أنا دايما هحب ربنا وهسمع كلامه. وأنا كمان يا ملاك الجميل. يلا يا أبطال، سؤال الحلقة: ما اسم النبي الذي أرسل لقوم عاد؟ جدا على فكرة، بس مش هنقول، هنسيبها ليكم. تمام يا أيسل، هنسيبها اليوم. يلا يا أطفالنا الحلوين، اللي هيعرف الإجابة يجاوب لنا تحت في التعليقات وهنقول اسمه الحلقة الجاية. يلا مع السلامة، هتوحشوني لحد بكرة.